مساء الخير، اهلا بكم في الحلقة 19 من ما تيجي اقول لك سلسلة الدبلوم التربوي التربية ومشكلات المجتمع. لسه مع الفصل الخامس، مشكلة الأمية والتعليم. زي ما قلت لكم هنتكلم عن عوامل القصور المرتبطة بالجهود اللي اتعملت علشان مواجهة مشكلة الأمية وعلاقتها بالتعليم، وبنقول انه المشكلة دي اكبر مشكلات او عوامل قصورها هي قلة الوعي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، قلة الوعي على المستوى العوامل الاجتماعية المرتبطة بأفراد المجتمع وبيئته، كمان قلة الميزانيات العامة المخصصة لمحاربة المشكلة دي على كل الفترات التاريخية، وقلة انضباط المؤسسات العامة اللي بتتعامل مع المشكلة دي، وجود مشكلات اقتصادية ترتبط بتسرب التعليم أو الارتداد للأمية، أو حتى عدم دخول التعليم أساسا، واستعمال الطلاب أو المتعلمين في الحياة الاقتصادية عموما، وبالتالي العمل الأطفال بيؤدي لخروجهم من التعليم، فضلا عن المشكلات الاجتماعية اللي منها زواج القاصرات وفقر الأسر واضطرار الطلاب للعمل، طبعا غير انخفاض المستوى التعليمي ليهم، والجزء المرتبط بالمعلمين وفكرة ضعف الرواتب والحوافز وقلة الميزانيات الخاصة وضعف البرامج وعدم صلاحيتها أو المواد التعليمية كتب ووسائل وخلافه. وبالتالي نقدر نقول انه القصور او اسبابه مرتبط باربع حاجات: بالبيئة او المجتمع ككل، بالافراد اللي عايشين في المجتمع ده، بالمؤسسات العامة والمؤسسات التربوية، بالطلاب والمعلمين. وده هيودينا لاننا نعرف انه معالجة المشكلة بتتطلب حاجتين: مستوى علاجي ومستوى وقائي، ومن هنا هنروح لدور التربية في مواجهة المشكلة دي، واللي هنشوفه في المرة اللي جاية او الفيديو اللي جاي. كنتم مع مصطفى حسين.